السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة ماكلة وفراجة. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو غنشارك معكم واحد السر خطير جدا اللي صراحة صعيب انه يجي في بال شي شخص. انا فعلا ملي سمعت المكونات الاول مرة قلت ما يمكنش هاد المكونات غيجيو مع بعضياتهم وغيعطيونا شي عصير زوين. فإلا بغيتو تعرفوا شنو هو هاد العصير، علاش كنهضر، شنو هو هاد المكون السحري اللي كيخلي العصير زوين بزاف، وعلما على انه هاد النوع ديال العصير كيتباع في فنادق فخمه وفي مطاعم فخمه كذلك، وهو السر ديال التريتورات الكبار في المغرب، وتيكون غالي جدا والناس ما كيعرفوش المذاق لانه كيبعد عليك بزاف. فخليكم معايا حتى لنهايه الفيديو باش تعرفوا على تفاصيل الفيديو وتعرفوا على السر الغامض الذي يخبئه عنا العالم. ما شاء الله تعالى يعجبكم الفيديو وتجربوا هذا العصير، راه خطير جدا. وهاد المكونات رغم انها كتباع زعما المشروب كيتباع غالي الا المكونات راه سهله وممكن نتوما تعوضوها. كاين شي حاجه ممكن تعوض بحاجه اخرى وكاين شي حاجه اللي خصها تكون ضروري. فانا هادشي كله غنشاركه معكم في هذا الفيديو، فبقوا معايا حتى الاخر. ففي الوصفه الاساسيه كيتستعمل بومبلوموس، الا ما عندكمش عوضوه بواحد الحامض سيترونه. كذلك خذوا واحد الكيلو ديال الليمون جربوا به. غسلوهم مزيان ووجدوهم وعصروا العصير نتاع حامضة وعصير ديال الليمونة، عصير عفوا حامضة اللي سيترونة ماشي حامض البلدي. فشدوهم وغسلوهم، عصروهم وضيفوا لهم واحد الكاس ديال العنبة ديال الماء عادي من الروبيني. كذلك غنكتشفوا المكون السحري ديالنا اللي هو اللويزه. غناخذوا واحد الحفنه ديال اللويزه تكون كانت عندكم طريه مزيانه، كانت عندكم مجففه ماشي مشكل. كذلك المكون المهم جدا في هذه الوصفه وهو العطرشه. العطرشه اللي كتكون مع الخلط اللي كنديرو في اتاي. خذوا منها واحد 3 ديال الوريقات الا كانت طريه مزيانه. انا ما توفرت ليش طريه، ما عندي مجففه مخبيه فاستعملتها هي. والسكر كيبقى لكم على حسب الذوق ديالكم. فان شاء الله على واحد الكاسرونه غناخدوها وغادي نضيفوا هاد المكونات هذه كامله وغتشوفوا يعني المرحله الاولى في تجهيز هذا العصير، وغتعرفوا على السر باش كيبقى هذا العصير زوين بزاف وكيحماقوا عليه الناس اللي ذاقوا عندكم غادي يعجب. على بركه الله غناخدو كاسرونه غنكبوا فيها داك الكاس عنبه ديال الماء، غنكبوا داك عصير سيترونه، غنكبوا كذلك عصير ديال الليمونه كامله وغنضيفوا السكر. بغيتو تعززوا المذاق بديك السكر المنكه بزهرة البرتقال ولا بأي حاجة ممكن تعوضوا الحامض ببومبلوموس ولا بأي نوع من الحوامض أخرى اللي زعما اللي بغيتوها. وكذلك تنضيفوا حفنة نتاع اللويزة كنضيفوا داك العطرشة وغنحاول نخلطهم هكا بمغرفة تاع الخشب، ومن بعد غنديرهم على نار مهيلة حتى كيطبخ لينا هاد العصير. كيتجهز بحال بتصوبوا السيرو تماما، يعني نفس الطريقه ديال السيرو اللي كنسقاو به الحلويات، نفس الطريقه. غنخليوه تيطيب مزيان ومن بعد نتلاقاو ونشوفوا المرحله الثانيه اللي تابعه ان شاء الله. هنايا السيرو ديالنا تجهز، فاحنا غنغطيوه باش تبقى منك داك الرويح ودوك الزيوت الطبيعيه اللي فيه تبقى محتفظه على نفسها في المشروب وباش تبقى النكهه عندنا مزيانه. غنغطيوه وغنخليوه يبرد خارج الثلاجه ماشي في الثلاجه، غنخليوه يبرد غير هكا في الكوزينه في شي بلاصه، نخليوه تيبرد مزيان ومن بعد نطلق. هنايا عصرت واحد الكميه ديال عصير الليمون، ممكن نتوما تستعملوا الكميه اللي بغيتو على حساب الافراد الاسره عندكم، على شحال الناس كاينين. وهنا صافي من بعد ما السيرو برد فغنصفيه وغنضيفو على داك الكاس داك الليمون اللي كنت عصره قبيله حطيته في الثلاجه يبرد شويه. فهنايا ملي غادي نضيفو ندخلو الثلاجه نخليه يبرد مزيان. ولا الا ما عندكم لي كلاصون ممكن تستعملوا لي كلاصون غيبردوا لكم غادي يجي زوين. هنا كيجي رائع جدا. الريحه ديالو بعدا في الكوزينه فين تنطيب الريحه فتيت ما مفهوماش. اللي دخل عندي الكوزينه تيقول لي واش ريحه فليو واش النعناع شنو هاد الشيء راه ما فهمناش. وملي كيذوقوا راه واحد المذاق راه بحال ديال المانت راه مختلف سبحان الله. مذاق رائع جدا عجبو مع هذا الصدر راه منعش. وكما قلت لكم ضيفوا اي نوع الحوامض عندكم، ممكن تكتفوا غير بنوع واحد، ممكن ديروا من الافضل ديروا جوج انواع. انا ما كانش عندي البومبلوموس درتو بالسيترون، مره اخرى ان شاء الله غنديرو بالبومبلوموس وغنشاركو معكم. فكيجي منعش جدا، كلشي يعجبو في الدار، كلشي لا صغير ولا كبير كلشي يعجبو. كلشي قالوا لي كميه درتيها صغيره بزاف ما شبعناش منه، عاودي لينا مره اخرى. وان شاء الله غنعاودو مره اخرى ونعاودو بطريقه اخرى نعاودو بالبومبلوموس
وغادي نشاركه معكم بإذن الله وتشوفوه كذلك حتى هو كيجي رائع جدا. فغادي تكتشفوا على أنه المشروب ديالنا يعني متوازن جدا، لأن لا فيتامين سي كتوقد، العطرشة والويزة فهما الدور ديالهم هما كيرخيو الجسم، كاين واحد ليكيليبر ما بين داك اليقظة وما بين داك الارتخاء، فكيجي زوين، كيجي منعش، كيخليك فواحد الحالة اللي زوين بزاف. خاصة شي واحد اللي كان في الزنقة وكان في الصاد ودخل وشرب لقى هاد العصير البارد، فراه شي حاجة اللي رائعة جدا عن تجربة، يعني شي حاجة واعرة بزاف. جربوها وردوا عليا الخبار، وإن شاء الله نشارك معكم الوصفات الصيفية المجربة اللي دائما أنا كنشارك معكم الحاجة اللي كنكون مجرباها في الدار وعارفة مذاقها زوين وعارفة أنها فعلا غتكون واعرة بزاف. فإن شاء الله باش تبقاو أوفياء القناة تأكدوا على أنكم مشتركين فيها وفي أنكم مفعلين الجرس، وما تنساوش دعموا قناتكم بإعجاب على الفيديو. كذلك خلوا لي تعليق، قولوا لي واش فايتن جربتوا هذا العصير، واش فايتن خديتوه في شي بلاصه، وقولوا لي بشحال فايتن واخدينه، لانه على حسب ما سمعت على انه كيتباع غالي جدا. فنتلاقاو ان شاء الله بحول الله وقوته في فيديو قادم. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع الف سلامه. تحياتي ماكله فرجه، كتبغيكم بزاف.